السلام عليكم. باش نحكيكم على الساناتوريا متاع اسبانيا، وباش نحكيكم على المبادرة الطيبة والمبادرة الهائلة اللي عملتها قنصلية المغرب بإسبانيا. شنو هو الساناتوريا متاع اسبانيا؟ كلنا نعرفوا انه اسبانيا كما نقولوا احنا بلغتنا حلت الاوراق. تسوية مهاجرين غير شرعيين، تقريبا 500 ألف مهاجر غير شرعي في إسبانيا سوف يتم تسوية وضعيتهم من أفريل حتى لجويليا 2026. بدأت الحكاية بمرسوم ملكي، يعني أمور رسمية من غير ما تعدى على البرلمان، مرسوم ملكي لتسوية وضعية 500 ألف مهاجر غير شرعي في إسبانيا. المهم، من الشروط المهمة هي الدخول لإسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025 وإثبات الإقامة متاعك، هذه حاجة مهمة ياسر. من الشروط الأخرى المهمة هي الخلو من السوابق العدلية في إسبانيا وفي البلد الأم. في إسبانيا سهلة الحكاية، السلطات الإسبانية عندهم الطريقة، لكن المشكلة هي شهادة السوابق العدلية من البلد الأم. هذه بصراحة برشا يعني وحلوا فيها. المهم، عدا القنصلية المغربية بإسبانيا بعد يعني أخذ ورد وبرشا، حسب يعني قاعد نتبع في الموضوع، توصلت إلى حل هايل ياسر، إنه المواطن الغير شرعي المغربي في إسبانيا يمشي إلى أي قنصلية مغربية، يهز بطاقة تعريف الوطنية ويعتاها للقنصلية، والقنصلية تجيب له بطاقة السوابق العدلية. يعني من اللي هو في إسبانيا ينجم يخرج بطاقة السوابق العدلية. هذه مبادرة طيبة باش تسهل المسألة، والمسألة باش تتم في وقت سريع، يعني بين 7 و10 أيام. يعني يخدموا حتى بالسبت ولا حد، باش خاطر فما عدد كبيرة بصراحة. يعني كيفاش يعمل؟ نحكي لك على المغربي، صراحة مش عارف تونس عملتها الحاجة هذه ولا لا. أما حاليا مغربي في إسبانيا مقيم غير شرعي يهز بطاقة التعريف نتاعو إلى قنصلية المغرب في إسبانيا، أي قنصلية. القنصلية تاخذ منه الطلب ويتعمر الفورميلير ويتبعث إلى المغرب، خاطر يخدم لازم في وزارة الداخلية في المغرب. تصير الأبحاث الكل، إذا كان كل شيء مريقل ترجع له بطاقة السوابق العدلية مختوم عليها في الحقيبة الدبلوماسية، يعني ترجع أمور رسمية، وبعد هو يمشي ويستلمها من قنصلية المغرب بإسبانيا. المهم، في بالي فما توانسة في إسبانيا، قولوا لنا كان الحاجة هذه عملتها القنصلية التونسية في إسبانيا ولا لا. وحاجة باهية صراحة، نعرفوا إنه المهاجر اللي ما عندوش أوراق مشكلة كبيرة ياسر. في إيطاليا ساناتوريا، خليني نجاوب على السؤال هذا. فما شكون يقول لي في إيطاليا فما ساناتوريا ولا لا؟ حاليا ما فما حتى ساناتوريا. شنو هي الساناتوريا؟ هي تسوية وضعية مهاجر غير شرعي وهو في البلد، يعني من غير ما يروح لبلاده يتم تسوية وضعيته. آخر ساناتوريا في إيطاليا كانت عام 2020 آخر ساناتوريا. مش عارفين حاليا، ما فما حتى شيء، ومش عارفين في المستقبل كان فما حاجة. صراحة كان فما حاجة، أنا أول واحد نخرج ونحكي على الموضوع لأنه يهم المهاجر بصفة عامة. المهم، قلت لكم راهو المهاجر، علاش القنصلية المغربية في إسبانيا عملت الحاجة هذه؟ لأن المهاجر راهو السلاح ذو حدين. المهاجر يعاون البلد اللي هو فيه ويعاون البلد الأم متاعه. المهاجر راهو اقتصاد إسبانيا راهو طلع من أحسن الاقتصادات الأوروبية حاليا. والمهاجر راهو يخدم ويدفع في الضرائب ويخلص يعني يخلص في الأداءات وكل شيء، بخلاف ذلك يولي يبعث فلوس للبلاد متاعه يعني. وأغلبية المهاجرين هم ناس صالحين ويخدموا وينجوا. ثم للأسف حالات شاذة، لكن للأسف ما يحكوا في البلدان الأوروبية، ما يحكوا كان على الحالات الشاذة، ما يحكوش على المهاجر الصالح اللي هو يساهم في النهوض بالاقتصاد البلد اللي هو فيه. المهم، إن شاء الله يا ربي على قريب تكون فما ساناتوريا في إيطاليا إن شاء الله. والسلام عليكم.